أبو حنيفة رضي الله عنه. أبو حنيفة وكان عالما وله تلاميذه وطلابه، كان بجواره جار يغني ويطبل، وأبو حنيفة ينصحه ولا يستجيب. فلما غاب هذا الرجل عن أبي حنيفة يومين أو ثلاثة ولم يسمع أبو حنيفة هذا الغناء وهذا الإيذاء، ذكرني بسيدنا رسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كانوا يؤذونه وكان يسأل عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. سأل أين هذا الرجل؟ فقالوا إن الشرطة قد أتت إلى داره وأخذته. يفرح ويجلس في بيته لأنه امتنع عن هذا الإيذاء وارتاح من هذا الرجل؟ لا والله، لبس عباءته رضي الله عنه وذهب إلى أمير الكوفة وقتها ودخل عليه وقال: أيها الأمير، هذا جاري ما علمت عنه إلا خيرا. فقال: إنه فعل كذا وكذا. فاستشفع أبو حنيفة لهذا الرجل عند هذا الأمير. فخرج هذا الجار ورجع إلى بيته، وقبل أن يدخل بيته ذهب إلى أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: يا إمام، ما الذي جعلك تستشفع لي عند هذا الأمير؟ لقد ارتحت مني ومن أذايا. قال: لا والله، لقد سألت عنك لأن رسول الله قد أوصاني بك، حتى وهو يؤذيه. فما كان من هذا الرجل الذي كان يكثر الغناء والفسق ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا أن تاب إلى الله وقال: والله لا أعود إلى هذا أبدا. بحسن أخلاقهم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت سيرتهم.